ايه احسن وقت ممكن تشتري فيه دهب؟ شوف الفيديو ده للاخر. بما ان الدهب عمال يعلى وينزل وعمال يعمل تفاوت في الاسعار كبير جدا، ناس كتير خايفة تشتري. اول ما الدهب زاد وبدأ يوصل لعيار 21 5500 5800 واعلى رقم وصل له 5900، الناس كلها كانت بتجري تشتري. ودلوقتي لما الدهب نزل وريح شوية الناس خايفة تشتري. يا جماعة الدهب كده كده هيزيد. السؤال هنا، انت هتحتاج الفلوس دي امتى؟ اجابتي دايما على السؤال ده بتبقى كده: الفلوس دي لو هتحتاجها كمان 3-4 اشهر ما تشتريش دهب، انما الفلوس دي لو ادخار انت هتسيبها سنة قدام سنتين قدام حطها في الدهب وملكش دعوة سعر الدهب ايه. دايما بقول لكم اعملوا جمعية في الدهب، كل شهر اللي يبقى معاك اشتري بيه نص جنيه، جنيه، سبيكة، زي ما انت عايز. اخر السنة هتلاقي الدهب عمل معاك ارقام تانية خالص. الدهب السنتين 3 اللي فاتوا بيعمل كل سنة زيادة 30 و40%. اللي اشترى اول السنه كان الدهب ب 4000 جنيه و3900، النهارده احنا بنتكلم في 5000 ونص، في 1500 جنيه زياده تقريبا. وكل ده التوقعات العالميه للدهب بتقول انه هيوصل ل 10000 جنيه للأونصة الواحده. وده مش كلامي انا، ده كلام البنوك العالمية وكل الخبراء، لدرجة ان كل المستثمرين والبنوك العالمية حوالين العالم بيجروا على الذهب. النزول الاخير اللي حاصل للذهب ده متعمد، بعض الدول دخلت باعت الذهب عشان تكسر في الصين، وطبعا انتوا فاهمين انا قصدي على مين. ففي الاخر احسن وقت تشتري فيه ذهب وقت ما يبقى معاك فلوس مش محتاجها هتخزنها، اشتري على طول. ونفس الكلام في البيع، ما تبيعش ذهب الا لو هتاخد فلوس هتعمل بيها حاجة، غير كده سيبوا ذهب زي ما هو. وبس كده. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.